السلام عليكم. كان في موضوع كده عايز اتكلم معاكم فيه، وهو مرتبط بالدوبامين. يعني ايه؟ هقولك. انا عايز اتكلم معاك عن استخدام الموبايل، استخدام التليفون المحمول وادمانه، والسبب الحقيقي ورا ان انا بمسك التليفون كتير حتى لو مش هعمل حاجة. خليني اشرح لك الموضوع بطريقة مبسطة شوية. الفكرة الأساسية يا صديقي إن أنت فتحت الموبايل كام مرة النهاردة من غير سبب. وخلينا نبص للموضوع من زاوية تانية وأوضح لك الفكرة بطريقة مبسطة. ناس كتير فاكرة إن هي عادة سيئة أو إن هي ضعف إرادة، ولكن التفسير العلمي المبسط للموضوع ده ان انت كل مرة بتمسك فيها الموبايل المخ عندك بياخد جرعة دوبامين، والدوبامين ده هو هرمون المكافأة. على فكرة مخك ذكي والعقل بيتعلم بسرعة. المخ بيفهم ان الموبايل بيساوي مكافأة سهلة. ولو جينا نفكك الفكرة دي بطريقة اعمق شوية هنلاقي انه مع الوقت المخ ما بقاش مستني سبب يمسك عشانه التليفون، وبقى بيطلب الاحساس نفسه. زيه زي الاكل كده، وقت ما بتعوز تاكل، وقت ما بتعوز تطلب الاكل، او تتعب شوية تقول انا هجيب وجبة دسمة. هي بالظبط زي موضوع طلب المخ للموبايل. لان اللي انا عايز اقوله لك والجانب المظلم في الموضوع ده ان حضرتك بتستهلك طاقة كبيرة جدا من مخك، زي ما انا دلوقتي شتته لك في استخدام تليفونك. عارف ليه؟ هقول لك. لان نسبة 75% من استخدامك للتليفون في اليوم هو استخدام من غير اي لازمة، وعشانها 3/4 زراير الباور اللي في التليفون قبل ما يبقى فيه بصمة موجودة في مكان زرار الباور بتبوظ. وعليه عملوا البصمة فين؟ عشان يقلل الاهلاك او يقلل الاعراض الجانبية اللي ممكن تحصل لتليفونك وان هو يبوظ، فتجيب العيب في الماركة، انما العيب اصلا في استخدامك للتليفون. خلي بالك التليفون ده معمول عشان يخدمك ويساعدك ويخدمني ويساعدني في الاوقات اللي احنا محتاجينها فيها فقط. وهديك مثال واقعي عن الموضوع ده. تفتح الموبايل مش عشان محتاج حاجة منه خالص، لكن عشان عايز تاخد الجرعة. بتفتح الموبايل تبص في نوتيفيكيشن وتقفله تاني، تفتح الموبايل تبص في الساعة وتقفله تاني. والتطبيق العملي في الموضوع ده علشان خاطر تريح نفسك من العادة دي، ابعد الموبايل من قدامك، او اقفل الاشعارات النوتيفيكيشنز اللي عندك، او خليه في مكان مش قدام ايدك في وقت مثلا انت بتاكل فيه او بتتفرج على فيلم معين. لان يا سيدي الفاضل وانت ماسك التليفون بتعمل حاجات تانية كتير في نفس الوقت. منها مثلا بتكون بتاكل وعمال تقلب في التليفون، بتكون بتتفرج على فيلم وعمال تقلب في التليفون. ده تشتيت للعقل لا اكتر ولا. يعني ببساطة كده تقلل الوصول تقل العادة. الخلاصة يا سيدي الفاضل ان الموضوع مش ارادة في دي بالذات، الموضوع تدريب للمخ عكس اي حاجة تانية. والختام، خلينا نبص للموضوع من زاوية تانية وسيب الفكرة معاك وفكر فيها وجرب تلاحظ ده في يومك. محتاج انام من غير تليفون، وبعدين اكل من غير تليفون، وبعدين محتاج اتفرج على الفيلم من غير تليفون. لو الفيديو عجبك استأذنك تعمل لايك واشتراك في القناة عشان احنا مش هنكبر غير بيك.